السلام عليكم. دونالد ترامب أصدر قرار منع 7 دول دخول الولايات المتحدة من ضمنهم العراق. الكل احتجت والكل سولفت والفيس كله يحكي بدونالد ترامب والفيس كله يحكي بهذا القرار، وكلها محتجة وكلها معارضة على هذا القرار. زين، بس أسألكم سؤال صغير: وين كنتوا من العوائل النازحة من الأنبار كانت تبات بزيبز بالرزازة، اللي بقوا 10 أيام واللي بقوا أسبوع واللي بقوا أشهر وما حد حكى وياهم وما يدخلون إلا بكفالة، وإحنا ببلد واحد؟ يعني انت بنفس البلد ما تعبر الا بكفاله. عوفك من الانبار. وين كنتوا من جماعه الموصل؟ دخلوا البغداد وجو المخيم حي الجامعه، وهذا الموضوع قدامي صار انه طلعوهم من المخيم الا كفاله يلا يدخلون، الا جت النائبه صباح التميمي هي اللي دخلتهم. عوفك من ذولي. راح تقول لي انه امنيات ويا جماعه الانبار ويا جماعه الموصل، انا هم راح اقول لك قرار منع 7 دول من ضمنهم العراق هم امنيات، لان انتم تعرفون نظرات الدول الغربيه علينا شنو، بس انتم من تحتجون احتجوا احنا بلد واحد. زين، العوائل ما تقدر تعبر من هاي الانبار، هي تبعد ساعه عنا ترى، بس ساعه واحده. ما قدروا يدخلون، اكو عوائل بقت شهر وشهر ونص وشهرين واشهر وما قدروا يدخلون. ليش؟ الا كفاله، واحنا ببلد واحد. زين، انت نفسك اللي دا تحتج وتقول دونالد ترامب وترامب وترامب، انت تقدر تروح الكردستان هي هياتها واحنا هم ببلد واحد، تقدر تدخل بدون كفاله؟ كان احتجيته قبل من كانت هاي ما حد يدخل الا بكفاله، وما حد ياجر بيت الا بكفاله، وما حد كافي عاد لحيته بالموضوع. ولحيته بموضوع الكويت كلش. يعني احنا كنا واحنا مسحنا الكويت واحنا دخلنا على الكويت واحنا ابدنا الكويت ومسحناها وابو عداي وما ادري شنو. لا تظل تباوع للماضي. بالماضي انت ايش سويت؟ احنا علينا بالحاضر. شنو الفائده انت بتاريخك القديم هيك وهيك سويت بالكويت، وهسه بالحاضر اخذوا خور عبد الله غصب ما عنك وغصب ما عني وغصب ما على الكل؟ صح؟ شنو اللي سويته؟ هاي بس هيك اسبوع واحد يطش الهاشتاج والمواقع التواصل تشتعل بهذا الموضوع، وعلينا بالواقع الواقع انهم ما اخذوه. لا تظلون تباعون للماضي انه احنا هيك كنا نسوي واحنا هيك نسوي، وبالحاضر احنا كل شيء ما عندنا. احنا علمنا العالم على الكتابه، واحنا علمنا العالم على التاريخ والقانون، واحنا الحضارات، وبعدين واقع بالواقع هسه احنا شنو؟